نضفي لي الشنطه دي. انا شفت اعبث 3 مشاهد في حياتي. واحده بتقول للطفله نضفي لي الشنطه، ما اعرفش ايه المفروض نضفي لي الكوتشي بقى، ما اعرفش ايه تنضفي لي الشنطه دي، بس قشطه. تاني حاجه شفت طفله بتذاكر من كتاب احياء سنه ثالثه ثانوي، ما شاء الله، يعني المعلومات عندها في ليفل عالي قوي. تالت حاجه شفت شخص قاعد بكرسي في نص الشارع، حرفيا هو اهو في نص الشارع وعامل كده. عارف انت لما تتصور اللي هو حضرة السجان على الجدعان قفل بابه. حاضر حضرتك. بصوا ايه ده بقى بتنضف يعني؟ في حاجه اسمها يعني ممكن تنضفي لي الشنطه؟ ده اوبشن جديد، دي شغلانه جديده زي السايس كده يعني. دي شغلانه اللي ما عندوش شغلانه يروح يشتغل سايس. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، بس ايه اللي بتنضفي لي الشنطه؟ ايه ايه كده حضرتك الشنطة تنضف. تمام، هاتي بقى الشنطه. أنا آسفة لحضرتك بس الشنطة تقيلة وأنا دراعي وجعني، ممكن تشيليها؟ هو اما انا اشيل الشنطه يبقى انت شغلانتك ايه؟ نضفت الشنطه. نضفتها الشنطه، نضفتها. انا نضفت الشنطه، شيليها انت بقى، شيليها ماشي، شيليها. هاتي الشنطه يا شاطره، ولا انت مش عايزه فلوس؟ حضرتك أنا دراعي وجعني، مش هقدر أشيل الشنطة، ولو على الفلوس خلي عنك خالص. اخلي عني؟ هو انت هتبقششي عليا؟ هو في ايه؟ ليه تصعيد الامور كده؟ ليه رفعناها للدور الثالث؟ احنا كنا لسه في الدور الاول، ليه نطينا كده؟ ده ايه البلاوي دي؟ انا هشيل الشنطه، وعلى فكره انا مش هاجي امسح عندك الشنط تاني. ايه الشغلانه دي؟ يعني في حد بيمسح شنط؟ يعني دي شغلانه مين؟ ومين بيستخدم؟ يعني مين بيبقى ماشي بشنطته طالع كده؟ انا شنطتي هي عربيه. حسابك كام؟ أنا آسفة لحضرتك غصب عني، حساب حضرتك 30 جنيه. 30 جنيها مصريا عشان نضفت الشنطه يا حتماته؟ والله يا مصريين غليتم انتوا، اسعاركم غلت. بس حضرتك ب 200 جنيه، أنا مش معايا فك. وهو انا طلبت منك فكه؟ خلي الباقي عشان ربنا يخليك يا رب، اوعي تدي لها الباقي وعليا النعمه اجي اوعي تدي لها الباقي، خديه بكل وقار واحترام وشموخ وخلاص. بقول لك ايه صحيح، هو ايه الكتاب اللي جنبك ده؟ حضرتك ده كتاب المدرسة. ومخليها جنبك ليه بقى ان شاء الله؟ ما لسه بس بعمل طعميه، كل لما احتاج ورقه بقصها ما انت مالك؟ تخلي نفسك في حاجات مش حلوه. خليكي في حالك يا حتمات. أنا بذاكر فيه وأنا في الشغل، مش بلاقي وقت أذاكر فيه في البيت. مش بتلاقي وقت تذاكري فيه؟ انت مفكره نفسك ان شاء الله هتطلعي ايه؟ انا هطلع انا هطلع اي حاجه، اي حاجه ما تشغليش بالك بيها. ممكن افتح شركه مسح شنط، فكره جديده. عايزة أطلع مهندسة عشان ده حلم بابا. ليه؟ انت ابوكي فاكر نفسه ايه عشان تطلعي مهندسه؟ هو في ايه يا بابا؟ انت عندك حاجه في طفولتك؟ انت في حد لاعب في نفسيتك؟ طيب انت كنت كانوا بيجلدوك وانت صغيره في ايه؟ ليه الفجور ده؟ ليه ما تسيبيها. هي معروفه، المهندس لازم يبقى ابوه مهندس. مش شرط، ابويا مش يوتيوبر وانا طلعت يوتيوبر، عادي، عادي جدا، مش شرط خالص. لكن انت تلاقي ابوكي شغال نفس شغلانتك، يعني برضو اخرك مساحه شنط. هو ايه يعني ايه الشتيمه دي؟ ايه مساحه شنط دي؟ اشرحي لي بقى، اشرحي لي بقى، عشان انا راجل بتكلم بكل ادب وكل احترام. ايه مساحه شنط دي؟ يعني انا ممكن واحد يجي يعايرني ويقول لي يا يوتيوبر، يا بتاع الفيديوهات، يعني يا حلاق، يا نجار، يا سباق، ايه بقى؟ ايه الشتيمه في كده؟ حضرتك ما تجيبيش شريط بابا، بابا شقى وتعب عشان يكبرني. يا حبيبتي انت لسه ما كبرتيش، بابا لسه ما تعبش وشقى، انت لسه طفله برضه. استغفر الله. وانت مش ناوي تيجي يا عم الحاج؟ انت واقف كل ده بتشاهد. على العموم يا حتماته، لو عايز الجزء الثاني ممكن تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات، تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتروح تعملي فولو على الاي جي، يا فاهم، تبعت لي مسج هناك تقول لي كمل الفيديو الثاني بالله عليك يا ملك. بحبك في الله، صلي على النبي. سلام.